ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن طبعًا. بنسمع كتير إن في علاقة ما بين الأكل والمشاعر، اهم. وفي مصطلح علمي اسمه الأكل العاطفي، مضبوط. ممكن حضرتك تكلمنا عنه؟ الأكل العاطفي، بتكلميني على حاجة بجد كلنا بنحبها جدًا، جدًا. هو مين فينا ما بيروحش على التلاجة قبل ما ينام بشوية عشان يدوّر كده على صباع محشي والّا حتة فراخ بانيه قبل ما ينام؟ هو مين فينا لمّا بييجي يتفرج على فيلم مليان مشاعر وأحاسيس بيكون مليان suspense أو مليان أكشن أو مليان حب ورومانسية، ما بيبقاش نِفسه جدًا، جدًا مع الاضطرابات الشعورية اللي بتحصل إنه ياكل ما لذ وطاب من المضرات، آيس كريم، على شيبسي، على بيبسي، على فشار، على مين فينا؟ مين فينا كوباية الشاي أو القهوة هي مش جزء أساسي من عدلة المزاج بتاعه اليومي؟ مين فينا لمّا بييجي يبدأ شغل أو ييجي يبدأ مذاكرة ما بيحسش إن هو في شوية ساندوتشات كده بتحلي الوِحِش؟ مين فينا الغضب أو الحب أو الفرح أو المشاعر كلها بالنسبة له هي مش مرتبطة بالأكل؟ كلنا تقريبًا الموضوع ده مرتبط عندنا بالأكل، وبما إن إحنا عندنا المشاعر متقلبة فالأكل كمان هيكون متقلب وبيطلع وينزل على حسب المشاعر، ومن هنا تكمن الخطورة. ومش بس كده، إن كمان الربط ما بين الأكل والمشاعر بيخلي الممتع أحيانًا في الأكل هو غير ممتع وإحنا بناكله، أو العكس، الغير ممتع في الأكل يتحول جدًا لممتع ويتحول بعد كده لشوية إدمان. فأنا كده لو باجاوب على السؤال الأولاني اللي حضرتك سألتيه، هل في علاقة؟ طبعًا في علاقة، وعلاقة وطيدة وكبيرة وقوية ما بين المشاعر والأكل، ولازم هنا يحضرنا إن إحنا يكون عندنا طريقة إن إحنا نحاول نعمل بيها كنترول على الموضوع. ولهذا السبب ففي 4 نقاط أنا هاتكلم فيهم عشان نساعد بعض إن إحنا نعمل كنترول على الأكل العاطفي. النقطة رقم 1 اللي ممكن أنصح حضرتك بيها هي إن لازم يكون في مسافة ما بين المكان اللي أنا قاعد فيه والأكل اللي أنا باكله. يعني مش المفروض أكون قاعد جنب التلاجة، مش المفروض أكون قاعد على السفرة، مش المفروض أكون قاعد في المطبخ، مش المفروض ان دي اماكن اكون ولا بشتغل ولا بذاكر ولا بقرا ولا بقعد فيها الا عند الاحتياج للضروره. 2، لازم درجه الوعي بالذات تكون عاليه، ولازم اكون شايف افكاري ومشاعري بوضوح، ولازم اكون فاهم ضغوطي النفسيه بتظهر امتى وبتظهر ليه، لان لما ده هيحصل انا هقدر افهم الرابط اللي ما بين الشعور والاكل، وهعرف ساعتها هو الاكل اللي انا باكله دلوقتي هو اكل جوع ولا اكل هرمونات. ولما بعرف ده اكتر انا بعرف اتحكم فيه اكتر. 3، بما ان في تغيرات عاطفيه بتظهر فبيحصل معاها كريفنج، بيحصل معاها اشتهاء، ولازم هنا يكون في مسافه ما بين الاستجابه والاشتهاء. حصل اشتهاء دلوقتي، ما ينفعش ابدا ان الاستجابه تكون دلوقتي حالا، لازم الاستجابه تكون متاخره. لازم اكل في الاخر، ده طبيعي، بس لازم ااخر الاستجابه نص ساعه، ساعه. ده شيء طيب جدا لانه بيساعدني على انطفاء نوع الاشتهاء العاطفي للاكل العاطفي، وساعتها اقدر اعمل تحكم اكتر. النقطه رقم 4 اللي هنصح حضرتك بيها هو ان لازم يكون في بديل صحي، لان الاكل العاطفي دايما بيطلب مني اكل غير صحي. هيطلب مني شوكولاته، هيطلب مني حلويات، هيطلب مني جانك فود واكل سريع، برجر وبيتزا، والحاجات دي كلها بتظهر مع الاكل العاطفي كتير. والنفس الاماره بالسوء بتساعد البطن الاماره بالسوء، وكلهم يطلعونا من الحته اللي احنا فيها لحته وحشه جدا. لازم يكون عندي بديل صحي، خضار، فاكهه، سلطه، مكسرات، حلويات مسكره بشكل طبيعي مش بشكل صناعي. لازم يكون في بديل صحي، ساعتها نسبه الاكل العاطفي هتقل ونسبه الاكل الطبيعي هتزيد. انا اظن ان الاربع نقاط دول نقاط مهمين جدا، ولهذا السبب فانا بنصح حضرتك انك انت تبعتي الكلام ده لصاحبتك اللي بتحب المسلسلات التركي والمسلسلات العاطفيه وخلافه من المسلسلات اللي طبعا احنا كلنا للاسف بقينا بنتفرج عليها وبنتاثر بيها جدا وبناكل معاها اكل عاطفي كتير، غير ان احنا عندنا مشاعر على مدار اليوم بتخلينا نتلخبط اكتر ما احنا متلخبطين. ابعتيها للي انت شايفه ان هو مهم انه يسمع الكلام. اشوفكم على خير. سلام.